ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. لما حد بيجيني بيبقى عايز يغير اللايف ستايل، عايز يظبط شويه حاجات، مثلا عادات صحيه، عايز يكتسب حاجه معينه او كده. بيبقى لازم في حاجه كده لازم بقراها في دماغه، بقراها في عينيه، ان البني ادم ده عنده استعداد يتغير. انا ما بحطش ابدا اهداف قصيره المدى، يعني مثلا ما بخسش عشان البس الفستان الفلاني، او عندي خطوبه بنت خالتي كمان 3 شهور فظبطيني بقى ال 20 25 كيلو. كل الاهداف القصيره المدى دي مش اهداف، ده تدمير للذات. تمام. فانا عشان اعمل اي حاجه فانا لازم ابقى عارفه ان انا بعمل الحاجه دي لنفسي، وبعملها لحياتي لمدى الحياه. فالمدى الطويل ده يصحبه التغيير. ناس كتيره فاكره ان البني ادم غير قابل للتغيير، انه ما يقدرش يغير نفسه. المعلومه دي خاطئه تماما. كلنا كبشر قابلين للتغيير. مين فينا دلوقتي زي هو نفسه من 10 سنين في كل حاجة؟ على فكرة، في عاداته، في قيمه، في معتقداته، في آرائه، في أفكاره. كلنا بنتغير. حاجات كنا فاكرينها ثوابت ولا يمكن تتغير فينا، واكتشفنا انها بتتغير. فالبني آدم قابل للتغيير. يبقى انا لازم اعرف ان انا عشان اعمل حاجة معينة انا نفسي فيها، فانا لازم اغير حاجات معينة، لازم اسيب نفسي لقدرتي على التغيير. ربنا سبحانه وتعالى خالق البني ادم ده حاجة عظيمة جدا، قادر يعمل كل حاجة. بس الفكرة كلها انه ينوي ويقول انا استحق، انا انوي، انا اعرف اعمل الكلام دوت. انا بس محتاج الطريقة اللي تساعدني. ساعتها انا بقدر اخد خطوات كويسة جدا. كلنا يا جماعة قادرين على التغيير. مفيش حاجة اسمها انا كده، انا ظروفي كده، انا حياتي كده، انا اتخلقت كده. لا، احنا عارفين الصح وعارفين الغلط، وعارفين احنا عايزين ايه مش عايزين ايه. بس احنا منبقاش قادرين نتعب نفسنا ونقدم شوية تضحيات في سبيل الحاجات اللي عايزينها. اشوفكم على خير.